السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي، لأول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا حبايب قلبي، لأول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. روتين النهاردة طبعا اسفة على غيابي، بس دعواتكم ليا. والله العظيم يا جماعة انا حالتي الصحية والنفسية الحمد لله رب العالمين تحت الصفر بمراحل. الحمد لله الحمد لله. دعواتكم ليا وفك كرب وفك كرب زوجي كده. اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يرد لنا اللي ضايع مننا، اللهم امين يا رب العالمين. وعامة كل حاجة ربنا كاتبها. بصوا يا جماعة، بتنكتب بمقدار معين، وكل حاجة ربنا كاتبها لها خير لينا. يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بس البني آدم بطبيعته ضعيف، ولما تكون الحاجة جاية على الرزق كده فبعدين بتكون بتأثر شوية. فالحمد لله رب العالمين. علشان ما اشغلكمش، بس أمانة عليكم الدعوة تدعوا لنا كده بتيسير الأمور وصلاحان الحال، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا الجو لا راضي يشتي ولا راضي يعني الصيف يمشي. ايام بتبقى درجة الحرارة عالية جدا، وبالليل درجة الحرارة بتبقى برد. فقلت بقى لما اتسلى في تطليع الهدوم الشتوي، بما ان الولاد بيطلعوا الصبح بدري، فبعدين الموضوع بيبقى صعب شوية في البرد وكده. فلازم لهم اي حاجة شتوي كسويتر خفيف، كاي حاجة بكم ان هم يلبسوها وهم طالعين رايحين مدارسهم وكده. فقلت بقى انا طلعت شنطة قبل كده اللي حضراتكم شايفينها ديت البرتقاني ديت، فما كانش فيها شتوي كتير، كان فيها خريفي للولاد. كان فيها خريفي للولاد بصراحة يعني. خفيفي كده خريفي كده خفيف. فقلت ماشي، انا عايزة اصلا اجرد الشتوى عندي، اشوف انا هحتاج ايه ومش هحتاج ايه يا جماعة، علشان لما اجي اشتري اكون منظمة نفسي، اجيب اللازم بس. يعني اما بالنسبة للبس الخروج بتاع السنة اللي فاتت الشتوى، فانا هستخدمه كبيتي لان الدنيا غالية جدا. طبعا المقطع اللي حضراتكم شفتوه ده كان بالليل، يعني انا كنت عاملاه بالليل كده في سهرة، وده كده الصبح كده. طبعا عندنا بقى البرسيم في الاراضي، فدايما تتلاقوا العرب جايبين القطيع بتاعهم وكده وبرعوا جنبنا على طول، يعني في اللي هم بأجروا ارض الاراضي كده يا جماعة، اراضي الربة وكده. ربنا يعين كل واحد على حاله، اللهم امين يا رب العالمين. جيت انا كده قلت اصورهم لكم، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قلت اطلع بقى البطاطين كده تتشمس بالمره، لان انا عندي يعني بصوا من اصعب الروتينات عندي، ويمكن عندكم كمان، اللي هو خروج ان احنا نخرج الشتوي وندخل الصيفي. ليه يا رفيع صعب؟ معرفش يا جماعه، الدنيا عندي بتتنكش بصراحه يعني. طبعا إن الشكاير اللي انا شارياها ديت بصراحة حلوة خالص خالص خالص. لو شنط بلاستيك، الشنط البلاستيك عفوا يا جماعة، كانت بتتقطع وكنت برميها وبشتري على طول. انما ده موضوع كويس جدا، لان انا بشيل حتى لو السوست بتاعتها اتقطعت، فانا بغطيها بجلابية قديمة بحاجة. فالموضوع بيبقى يعني حلو، متعددة الاستخدامات بصراحة. يعني غير الشنط البلاستيك اللي كنت بجيبها، ممكن الشنط البلاستيك اللي بجيبها دي تكون للبطاطين، بس انا كمان عملت حساب البطاطين وجبتهم وحطيتهم في ده. بدأت بقى ان انا اخرج الصيفي كله، واشوف اللي هيتلبس منه المناسب للعيال كده، واقوم عيناه. اللي مش مناسب واللي صغر عليهم برضو بقى، يعني بنشوف حالة الهدوم وكده. واللي ما مش نافع فانا باخده كنظام بقى، بمسح بيه البوتاجاز يا جماعه، بطوق بيه الرخامه، يعني بمسح بيه الارضيات. فببقى عندي يعني بعبي شكاره كده، تحطها في بلكونه بقى، تحطها فوق السطوح، تسحبي منها، انت اضرب نفسك وبالمكان. بس نصيحه مني ليكي، حاولي ان انت تخرجيها بره الشقه علشان ما تكركبش الدنيا. زي ما واضح قدام حضراتكم كده. انا يعني بص، انا قعدت يعني فتره دي اللي انا طلعت اهوت، زي ما حضراتكم شايفين البضاهات التيشيرتات الخريفي والبضاهات.
انا بطلع شنطة بشنطة، بحيث لان انا اصلا بخزن الهدوم الشتوي تحت السرير. فلما بخزنها تحت السرير يا جماعة فبتحتاج ان هي تتغسل، لان بتبقى متطربة، وعيالي بطبيعتهم عندهم حساسية، فما بحبش ان هم اكون شاكة في نظافة اي حاجة هم هيلبسوها. طبعا دول كده كان عندي اللي هم حتتين الغسيل دول كانوا منشورين على الحبل، جبتهم خدتهم، وكنت غسلت كمان الشتوي اللي انا طلعته زي ما حضراتكم شايفين، اخدته برضو ونشرته ما شاء الله ولا قوة الا بالله، مليت السطوح. انا في الوقت ده من السنة بنشر على السطوح. ليه يا رفيق؟ لان انا مش محتاجة ان انا البلكونات هترقم عندي الغسيل بنشر عليهم الحاجات الطويلة، انما انا عايزة الغسيل بتاعي ينشف بسرعة علشان اخده احطه مكانه. مش محتاجة ان انا انشر وارصه ومعرفش، لا انا محتاجة ان غسيلي ينشف بدل المكان نضيف. وما شاء الله ولا قوة الا بالله حلو، وهيفيدني بسرعة، هيساعدني ان غسيلي ينشف واخده اطبقه بسرعة. فالموضوع ده بيبقى اسهل يعني، حتى لو نشرت على سور بلكونة عندك. بصي يا حبيبتي، المهم هدومك تنشف وتاخديها، علشان لو ركمت الهدوم صدقيني انا وصلت لمرحله ان انا ما كنتش عارفه الم فيها الهدوم، اخدت معايا يومين بالظبط او 3 لما لميتهم. فده حرام يعني، يومين جنب طيورنا، جنب بيتنا، جنب التزاماتنا، فكان الموضوع بيبقى صعب. اذكروا الله كده، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وادعوا لي كده دعوه حلوه، ربنا يصلح حالي وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويسترها معانا ومعاكم، اللهم امين يا رب العالمين. كده بقى الاوضه هي اتروقت واتنضفت الحمد لله، وفرشت ملايه السرير. وهاخد لكم بقى جولة بس لما اخلص تطليع الشتوى، هخلص تطليع الشتوى الاول كده من تحت السرير، لان هما الشتوى عندي كله، انا قلت لكم الشتوى عندي كله تحت السرير ده يا جماعة. وهدخل الصيف هعمل لكم بقى كده جولة، تكون جولة واوريكم الهدوم كده وهي مترتبة في الدولاب، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، حاجة تانية والله. انا الحبة اللي انا مطبقاهم في الدولاب بحب جدا ارجع لهم ان انا اتفرج عليهم، والله العظيم يا جماعة. ربنا يعيننا يا رب ويعينكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا حلوة انت وهي، ما تنسيش الاشتراك ده فضلا طبعا من حضراتكم وليس امر. طبعا كنت شارية بقى كنت شارية لبن وعايزة اعمل كماج، لان ما لقيتش عندي عيش. انا لما بعمل كماج يا جماعة بعمله ازاي؟ بتعمليه ازاي يا رفية؟ انا بروب اللبن، ما بعملوش بلبن سايب، يعني ما بغليش اللبن واعجن بيه الكماج، لا ما بعملش كده. انا بجيب اللبن بروبه، وبيكون عندي بولة بلاستيك، علبة بلاستيك كده صغيرة، اي لبن بجيبه بقوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد شايلة الوش بتاعه، وبقوم حاطاه في العلبة. باجي اخر الشهر بيكون عندي كمية محترمة من القشطة، فانا بعملها زبدة. طبعا ما بحتاجش ان انا اشتري، وما بشتريش بصراحة، ما بشتريش زبدة نهائي، لان زي ما حضراتكم شايفين كده بتتوفر معايا بالطريقة دي. فجبت بقى اللبن، وقمت كان عندي 3 كيلو دقيق، اخدت منهم نص كيلو يا جماعة. يعني كنت عايزة اعمل كريب للولاد وما قدرتش. شايفين اللبن ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لو انا مش هاجن كماج، انا بعمل اللبن ده جبنة، بعمله جبنة وبتبقى جميلة جدا. جبت 3 كيلو دقيق، وجبت اللبن ده زي ما حضراتكم شايفين كده، وضربته بالخلاط، يعني ضربت اللبن الرايب في الخلاط، بيبقى عامل زي الزبدة وجميل، وبتعجنه بطريقة جميلة جدا. جبت الدقيق، حطيت عليه كمية السكر اللي انت عايزاها، وشوية ملح صغيرين، و2 بودر، دي مقدار 3 كيلو دقيق، 2 بودر، 2 فانيليا. وقمت مقلباهم كلهم في بعضهم. والخميره ما عملتش خميره بميه ولا اختبرتها ولا حاجه، لان انا عندي الخميره عارفه جودتها يعني. وقمت مقلباهم، ونزلت بالسمنه، قدحت ال3 كيلو دقيق، ما اخدوش ربع كيلو سمنه طبعا، قدحتها جامد، وقمت نازله بها من الدقيق وقلبت كويس. قلبت بمعلقه علشان ايدك ما تتلطعش من سخونيه السمنه، وقلبتها كويس. وبعدين فركت السمنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فركت السمنه يا جماعه في الدقيق كويس جدا جدا جدا. وقمت نازله بقى، بدات ان انا انزل باللبن، وعجنت ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طالعه زي العسل وجميله تبارك الرحمن. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا قطعتها رفعت شويه، وبعدين بطيتها وقمت مغطيه عليها لعند ما رفعت، وخدت يعني حقها كده في الرفع وفي الخميرة، ان هي تخمر وترتاح، العجينة ترتاح من البط والتقطيع. وقمت مولعة الفرن، سبت الفرن طبعا ان هو يسخن يا جماعة كويس، علشان ايه؟ علشان يبقى كويس. طبعا بالنسبة للغدا في اليوم ده
فهو مكرونة او سلطة، وكان عندي ربع مفروم مفيش غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عملته كفتة اللي هي مدورة زي ما حضراتكم شايفين كده، والمكرونة عندي ولادي بيحبوها صلصتها كتيرة، فبقوم مكترة الصلصة يا جماعة. ويومنا كده يعني ايه ما شاء الله ولا قوة الا بالله خلص. مع طبعا المية كانت قطعة يعني ما اقولكوش، يعني الغدا ده كان حوالي الساعة 2 الظهر، والمية عندي قطعة بقى، ومطبخي ده يعني حضراتكم هتشوفوه دلوقتي حاجة صعبة. المية لما بتقطع بتبقى كارثة يا جماعة، والله العظيم بتبقى كارثة. ملهاش أول من آخر كده زي ما بيقولوا، بتبقى عندي بالذات كارثة. الكل يقول لي ما بتخزنيش مية ليه؟ والله يا جماعة أنا مهما خزن مية ما بتكفيش، لأن ما شاء الله اللهم بارك يعني شغل كتير وحركتي كتيرة، فاللهم بارك. في الوقت ده بقى ربنا بقى كرمني بكرمه الواسع كده وبعتله المية، يعني ربنا كرمني كده. اللهم لك الحمد والله العظيم يا جماعة. وانا كنت نازلة ادور المية، فبقول والنبي يا رب يكرمني وانا على السلم، والنبي يا رب يكرمني انا عايزة اشطب مطبخي علشان اغير واقعد مرتاح. بالله عليك والله وانا نازلة على السلم اقسمت عليك بكل اسم سميت به نفسك المية تيجي يا رب علشان اخلص، علشان ابقى نجزت. وبالفعل والله يا جماعة يا دوبك حتى ما حضرتش لقيت ما شاء الله ولا قوة الا بالله المية اجت. طبعا شغلت بقى وغسلت المطبخ ومسحت البوتاجاز وشطبت، وكان يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كنت فرحانة على قد ما كنت تعبانة، بس لما المية اجت والله يا جماعة فرحت فرح. نضفت حوضي. وبعدين المطبخ لما يكون نظيف اصلا بيبقى شيء تاني، يعني انت اهم حاجة عندك عفوا يا جماعة، اهم حاجة عندك مطبخك، حوض المطبخ والحمام والتلاجة ودولابك منظم. يا انت عايزة ايه تاني بقى؟ وتعلفوا طيورك وكده خلاص، احنا عايزين ايه تاني يا جماعة؟ الحمد لله رضا كده. مسحت البوتاجاز على قد ما قدرت طبعا، وزي ما حضراتكم شايفين احنا طبعا في حزب عندنا بياكل المكرونة وحزب ما باكلهاش، فكنت عاملة بتنجان بقى وعيش وحاجات من ديت. ولقيت عند المفرش ده فرشته كده على المطبخ زي ما حضراتكم شايفين على رخامة المطبخ. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كده يا جماعة هو تشوفوا الحوض يعني شكله ما شاء الله كده يفتح النفس، بما اني ما فيش مواعين ما فيش ولا طبق مش نضيف. طبعا جبت خلايين البوتاجاز بعملها بكلور، بنقعها بكلور علشان تنضف. بنقعها يعني مثلا لان انا كده خلاص يعتبر خلاص المغرب هيأذن اهوت، فبقوم نقعها بالكلور وسايباها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتاني يوم بغسلها بتبقى سهلة جدا. ولو دخلت المطبخ بالليل